صباح الخير أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ أم رزقار، أهلا وسهلا فيكن. اليوم وصفتي معكرونة بالفطر. نص كيلو معكرونة، 250 جرام لحمة مفرومة ناعمة، 2.5 معلقة معجون طماطم، معلقة دبس فليفلة، من البهارات 7 بهارات، فلفل أحمر ومعلقة فلفل أسود، ملح، بقدونس، 4 سن توم، كاسة زيت نباتي، عندي حوالي 450 جرام فطر، 450 جرام بندورة مقطعة، حبة بصل كبيرة. وهون عندي بغلي المي كتير منيح وبسقط المعكرونة بقلبها. ما بحط لها، أنا ما بحط لها لا ملح ولا زيت. الزيت ليش ما بحط لها؟ لأنه بس يدخل بقلب الصوص بصير عازل، ما بيتشرب المعكرونة كتير منيح الصوص، فما بحط لها أنا زيت. والملح فيكم تحطوه بس أنا ما بحط لها لأنه الصوص في جنبه الصوص بده يتاكل. أحبائي في ناس يقولوا إنه بنحط الزيت عشان ما يلزق على بعضه، لا، خلي المي تغلي كتير منيح، كل 2-3 حركوهم ما بيلزق، والزيت ما له علاقة. هي المعلومة أنا أخذتها من الشيفات السويدية. هلا قبل كل شي بحط اللحمة وبدبلها، خليها هيك المي اللي بقلبها تنشف شوي، وبعدين بحط بقلبها الزيت. بس تنشف هلا ميتها شوي، ضيف الزيت والبصل، ضيف الملح، وضيف الفطر. هلا تقريبا البصل والفطر مع بعض ينحطوا لأنه بياخدوا نفس التحميص ونفس الاستواء مع بعض. أنا هيك ما بخلط الصوص والمعكرونة، ما بخلطهم مع بعضهم. أولادي بحبوا الصوص يكون لحال والمعكرونة يكون لحال. وهلا بضيف الثوم، وبضيف هون البهارات اللي ذكرتهم، الملح والفلفل وال7 بهارات، كل وحدة معلقة صغيرة معلقة صغيرة. والدبس البندورة ودبس فليفلة كمان حطيتهم فوق بعد ما دبل عندي شوي البصل وتحمص وهو والفطر، حطيت معلقة الدبس البندورة ودبس فليفلة. أحبائي هلا بضيف البندورة، بحركهم كتير منيح وتغطيهم ليدبل عندي البندورة. وأحبائي أنا هون من مية المعكرونة بضيف شي 2.5 كاس حتى يصير عندي صوص تقيل. ما بحط مي عادية، لا، من مية المعكرونة تعطي طعم أطيب. وهون شغلة 10 دقايق 15 دقيقة. أحبائي كتير سهلة وما بتاخد معك وقت، يعني نص ساعة 3/4 ساعة بيكون جهز عندك أطيب معكرونة. وللعزابية وللصبايا الصغار كتير سهل، وعن جد بنصحكم سوا وتكتبولي بالتعليقات شو رأيكم. وهون بعد ما طفيت الغاز بحط رشة بقدونس وبيطلع عندي أطيب طبق معكرونة. ولهون بينتهي الفيديو تبعي أحبائي، بتمنى تنال إعجابكم. لا تنسوني باللايك وبالشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير وسلام.